السلام عليكم. لكل شيء نهاية، وهذه هي سنة الحياة. أغلب حياتي كنت شخص عادي زي ملايين الشباب. الدين بالنسبة لي كان مجموعة عبادات بعملها أوقات وأوقات تانية ما بعملهاش. كنت بحب الإسلام لكن ما كنتش بعتبره قضيتي. فضلت كده من يوم ما اتولدت لحد لما قررت إن أنا أتغير سنة 2005. بدأت أتعلم العلوم الشرعية، وبعدين بدأت في دراسة مقارنة الأديان وتعلمت بعض اللغات القديمة. وبعد سنين بدأت أعلم غيري وأعمل بعض الدورات سواء على النت أو خارج النت، وكتبت الكثير من المقالات والكتب. لكن كنت حاسس إن في حاجة ناقصة، وإن في فئة كبيرة ما بتقراش ولا بتتابع اللي بعمله. ففكرت سنة 2014 إن أنا أعمل فيديوهات، وبمساندة بعض الإخوة اشترينا كاميرا كانون 700D وبعض الأدوات البسيطة، وفي غرفة صغيرة في البيت عملت قناة البينة، ونشرت أول فيديو يوم 16 أغسطس 2014، واستمر النشر لحد ما وصلنا تقريبا ل 430 فيديو. وكان آخر فيديو عملته في القناة يوم 2 يناير 2020. أثناء الفترة دي اشتريت كاميرا أفضل وبعض الأدوات الأحدث عشان أحسن جودة الفيديوهات. وكان حلم من أحلامي إن القناة تكبر وتزيد والدعوة توصل لكل إنسان على وجه الأرض، وأفضل مستمر في إظهار الحق وإبطال الباطل لحد لما أموت. وما كنتش متخيل ان في قوة على وجه الارض هتمنعني من تحقيق الحلم ده. ورغم ان القناة كانت بتاخد اغلب وقتي وكان ده بيؤثر سلبا على حياتي الشخصية وعلى عملي، لكن الدعوة للاسلام ليست رفاهية نفعلها وقت الراحة او الفراغ، بل حمل هم هذا الدين مسؤولية يجب ان تكون عند كل مسلم، كل شخص على حسب قدرته. في رضاك في رضاك كل آلام السجون، كل ما فيها يهون. في رضاك في رضاك بغية العليل منية الكليل. إن أمتنا تمرض ولا تموت. أقل شيء نفعله حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاطع المنتجات الفرنسية، ومن جانبي لن أشتري أي منتج فرنسي مهما كان. الحمد لله بعض المتاجر في الكويت وفي مصر وبعض الدول الأخرى قاطعت المنتجات الفرنسية. في حماك إن تفانى في هداك وتسامى في حماك. فأنا بس بقول للثكالة ابن تيمية لسه في تاني، المطرقة بقت تقيلة، فمعلش هدوا نفسكم لأن الطريق طويل.